في حاجة كده عند أولا السلام عليكم ورحمة الله. أخويا حلمي بيحب الصيد بشكل كبير. طبعا في الخلفية هنا في شغل لوحات، وواضح إن هو راجل يعني رسام كبير. لكن خلينا نسأله على خبراته في صيد البحر والسنين اللي قضاها، اللي هي بتفرق ما بين طعم وطعم، سن وسن، سلاح وسلاح. هو كان بيكلمني من شوية وأنا الحقيقة مش عارف نتحرك إزاي داخل هذه الخبرة الكبيرة. حلمي، بتصطاد إزاي؟ نعم. بتصطاد إزاي؟ قلت لي أنت من شوية حاجات كده جميلة. هو الصيد بدأ معايا من فراغ. الصيد بدأ من فراغ العمل، يعني من الوقت اللي بكون فاضي فيه. يعني الفترة الزمنية لما كنتش بصطاد فيها كنت أشوف الناس واخدة شيلة وبتجري وبتروح وبتيجي، كنت بقول عنهم إيه ده باله رايق، ساب شغله وساب حياته كلها ورايح الصيد. فلما اندمجت من الصيد اكتشفت حاجات غريبة جدا. اكتشفت ان اولا خبرتك بقى في انواع السمك اللي انت قلت عليها، شرغوش ومش عارف. البداية يعني بداية الصيد يعني. المهم اولا ده تنفيذ عن النفس، ده الصيد تنفيذ عن النفس. وبعدين اللي بيروح يعمل عمرة او حج بينسى حياته كلها، بينسى الدنيا، بينسى عياله، بينسى كل شيء في حياته، الفلوس، بينسى كل حاجة. كذلك البحر، وانت قاعد تصطاد عينك على الفلة، لأن الصيد أساسا فلة. الصيد فلة. ليه الصيد فلة؟ لأن كل تركيزك فيها، ما عندكش تفكير تاني غير اختلافات الناس اللي بتنزل. مثلا في ناس بتقول لك أنا بنزل تسقيط. اللي بينزل تسقيط ده يا دوبك حس بإيده ان في سمك بياكل معاه بيطلع. كذلك الحساس بينزل الرصاصة تحت، ولو ما تهمت معاه بيطلع السمك. لكن كمان نوعية السمك لازم تعرف ايه نوعية السمك اللي موجود عشان تشتغل عليه. البوري بياكل بطريقة غريبة جدا. البوري بينفخ الطعم وبعدين يرجع يشفطه. ده انا شفتها رؤية العين، يعني ما فيهاش. الشراغيش ليها وضع معين. عشان اصطاد شراغيش لازم تكون قريبة من الصخور، قريبة من الريم اللي بيتقلب، ده بيتقلب تقدر تاخد الشراغيش. الشراغيش بداية الشرغوش انت بتركز على الفلة. احنا اتفقنا ان التركيز وهو الصيد الحقيقي هو الفلة. التركيز على الفلة بيبين لك السمكة دي معاك ايه. اذا كان شرغوش يبقى بياخدها وبيسحبها ويرجع يردها تاني، وبعدين بيرجع يسحبها وقتها بتقول له تعالى حبيبي تعالى بقى. الموزة شفايفها ضعيفة جدا. ففي ناس بتصطاد بتيجي تنتش، اول ما تلاقي الموزة بتاكل بتنتشها. لا، هي ما تتنتش، هي تيجي بنعومة يعني عشان ما تقعش منك يعني. البطاطا، سمكة البطاطا أنا لاحظت حاجة غريبة جدا. يمكن على فكرة ده اعتقاد شخصي ماليش دعوة بأي عوامل تانية، يعني اعتقادي يعني إن البطاطا ربنا سبحانه وتعالى خالقها ما تطلعش لأي بني آدم صيد بالليل، لأن عندها شوكة. الشوك بتاعها خطير جدا، بيشل الجسد. انا مره شكتني بطاطايه صغيره قد كده بسلكها عشان ارميها تاني في الميه، نمت على البلوك من الضغط وجالي دوار يعني. فالبطاطا ليها عده انواع. يعني في ناس بتصطاد البطاطا بالعجينه، بتعمل لها سبحه وبتصطادها بعجينه. العجينه دي كمان عايزه اسلوب معين علشان تقدر تعملها، يعني مش كل واحد يقدر يعمل عجينه يعني.
البوري العجينه بتاعته ناعمه بتلزق في الايدين ويحطوه في بطنك وبتاع مش عارف ايه وعجينه طعام. البطاطا العجينه بتاعتها ممكن عيش، لان العيش الاسمر لما بيجي يحطه في قلب السلاح في قلب الشورليه، الشورليه ده 3 كده موجودين، بيرص بينزل منه الردة وبتاع، فبتعمل جاذبية للسمكة البطاطا، فبتيجي عشان تاكل العجينة بيصطادها. يعني البطاطا لطش، يعني في ال3 دول تروح لطشها وهي بتاكل كده، واحد منهم يجيبها يعني. وفي ناس بتعملها بالجمبري بسلاحين، يعني الجمبري مش الجمبري اللي هو بيقولوا عليه، يعني الصيادين بيقولوا عليه برغوث، الجمبري الصغير قوي ده اللي في السوق. الخضرة في نوعين من الخضرة، خضرة ورق وخضرة شعر، دي للبطاطا. البطاطاية الحلوة الكبيرة الجميلة بتيجي على الشعر، البطاطا التانية بتتلم عليه أي حاجة اللي هو الورق. الورق ده منين؟ اللي بيطلع على الصخر بعد ما تيجي المية ترمي على البلوكات والصخر، فالزريعة الخضرة بتطلع فبيصطادوا. وانا ليا اسلوب معين مختلف عنهم في قلب الخضره، يعني هم بيروحوا لافينها كده وحته رصاصه، لا بيروحوا رامينها في قلب الميه. انا بعمل لها مشنقه، يعني بحطها بين الشعرين وكبسها علشان ما تخرجش بسرعه تاكلها وتهرب مني يعني. الميره ليها وضع معين في قلب الصيد. البوري اتفقنا بياكل ايه، وانواع كتيره يعني. الاخطبوط ليه صيد معين. الاخطبوط لازم تدور على خرام في قلب الصخر ومعاك اي حاجه بتزنقها فيه، بس المهم ان هو ما يطلعش من الناحيه التانيه. ممكن يكون ده الفتحه دي اللي في قلب الصخره منفذه الناحيه التانيه، فلازم يكون عندك حد موجود. المهم بتحطوه بيتزنق عليه، بيطلع البخ بتاعه الاسود، فبيخليك مش قادر تشوفه يعني. انت بقى وشطارتك اللي قدرت تجيبه يعني. طيب دي خبرات حلوة وجميلة. طب ايه الفرق ما بين المالح والمية المالحة والنهر في الصيد؟ اولا النهر مشكلته انه ما فيهوش، مش داخل عليه املاح، بس في حاجه اسمها ملاحات. الملاحات دي يعني في 26 كيلو 26 في اسكندريه، في الميه المالحه داخله على الميه الحلوه بتديها طعم شويه. السمكه اللي في الصحراء اللي ممكن تجيبها من اللي بعد والدوار بتاع المطار الميتين ومش عارف ايه، ممكن دي تلاقيها فيها ملوحه. الملوحه اللي موجوده فيها بتعمل بتجمد شويه السمكه، بتجمدها شويه، ما تبقاش عارف لما بتاكل حاجه عذبه، حاجه طريه. يعني انت ممكن بتشتري سمك تقول السمكه دي طريه لان دي عايشه في محيط صغير، غير اللي منطلقه. المنطلقه دي تلاقيها يابسه وعايشه طبيعي يعني، دي سمكه. المالح السمكه بتاعته حرشه. بعدين ده في حاجه كمان، ده حاجه مختلفه. سمكه البحر الاحمر مختلفه عن سمكه البحر الابيض. سمكه البحر الابيض ما فيهاش درجه الملوحه العاليه اللي في البحر الاحمر. ليه؟ لان احنا عندنا النهر ضارب على البحر والبحر ضارب على النهر. عندك فوقير، عندك في رشيد، وعندك في دمياط، في دمياط، وعندك هنا في 26 بتلاقي الميه موصله للمزارع وموصله بتاع من البحر واختلطوا. يعني انا مره كنت في بولتي بشتري بصطاد بولتي، لقيت شراغيش، لقيت بتاع ده كابوريا. طب دي جت منين؟ ما هي جت يعني. فبتختلف في طعم السمك. حتى في ليبيا السمكه فيها جامده وقاسيه مثلا، يعني في ليبيا لان بحر احمر، او كل البحور الخليج والمناطق دي كلها يعني. طيب حلوه الخبرات دي، وارجو من يعني المشاهد الكريم انه يكون استفاد، ويا ريت تبطل السجاير. نلتقي على خير، وشكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله.